صباح الفل على عيونكم، صباح الرزق وصباح الجميل وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى نعمل معاكم فينو بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش مكلف خالص؟ يعني ايه، بدل ما تقعدي كل يوم تشتري فينو للولاد من بره، على الأقل دي حاجة انت عاملاها لهم في البيت وحاجة فيها فايدة وطلع جميل جدا ما شاء الله. لو اول مره بتشوفونا متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. يلا نسمي الله. هجيب بقى معايا اول حاجه نبدا بيها نص كوبايه ميه وكيس خميره فوريه. كيس الخميره بيعادل معلقه كبيره. تمام، طبعا لازم عشان نعمل تيست الخميره الميه تكون دافيه، اللي هي مش سخنه برضه، عشان لو الميه سخنه بتبقى غلط على الخميره. واحط معاها بقى 3 معالق سكر، المعلقه اللي هي الكبيره بتاعه الاكل العاديه، واقلبهم واركنها بقى على جنب شويه. تمام، دي كده بتبقى تيست الخميره لو انتي مش متاكده من الخميره بتاعتك. انا طبعا الخميره عارفه ان هي شغاله وبستعملها على طول، فانا مش هستنى. تمام، اول ما تلاقيها عملت فقاعات كده وابتدت تعمل زي فوم كده كبير، تعرفي كده ان هي ايه، خلاص هي كده شغاله كويس. واجيب معايا نص كوبايه لبن وربع كوبايه زيت واقلبهم مع بعضيهم. واجيب معايا بيضايه واحطهم واقلبهم بقى مع بعض. البيض في المعجنات بيبقى حلو جدا يا جماعه، حلو جدا يعني بصراحه. كده كده انت هتحطي رشه ملح وهتحطي سكر، فالبيض مش هيبان اصلا في العجينه. اقلبهم بقى كده كويس مع بعض. واجيب معايا نص كيلو دقيق. اي دقيق لازم تشتغلي بيه في العجين لازم يكون منخول، عشان لو في حاجة تطلع منه، لو في تدخلي الهواء في الدقيق كده، فاهمين. نجيب معايا بقى ربع معلقة صغيرة ملح. طبعا المعجنات حتى لو هي ايه لازم تحط لها ملح. الملح والسكر دول اساسي العجين، وكمان تبقى سنة. ماشي، اقلب بقى كله مع بعضه بالمعلقه كده او بالاسباتيولا. اقلبهم كلهم مع بعض لغايه، انا مش عايزه احط بس ايدي في العجين دلوقتي عشان البيض واللبن والكلام ده ما يلزقش. فانا اول ما خلاص اقلبهم في بعض واحس ان السوائل اختفت في الدقيق، ابتدي بقى اعجن بايديا عشان اعرف اتحكم ايه في العجينه. بس هفضل بقى اقلب فيها كويس لغايه لما دي انا مش انا حطيت بس في الاول نص كوبايه ميه مع نص كوبايه لبن، يعني هي يعتبر واخده سوائل بتاع كوبايه وربع، لان كمان في ربع كوبايه زيت وفي البضايه، يعني اكتر من كوبايه وربع. فانا حطيت بس استكفيت بنص كوبايه ميه، وقلت لو احتاجت تاني انا هحط لها، بس عشان ايه ما نحطش سوائل كتيره في الاول. لا، لازم نحكم ايدينا كده واحنا بنعمل العجينه بالذات، عشان لو لا قدر الله دول مثلا اخر دقيقه عندك هتعملي ايه؟ هتضطري تبعتي تجيبي دقيق تاني لو مش موجود، فاهمين. فعشان كده دايما ايه، بكتفي ان انا احط سوائل قليله في الاول، وبعد كده لو العجينه احتاجت انا بحط لها. انا بقى هنا معايا بقيه النص كوبايه الميه التانية، انا في الاول حطيت نص كوبايه ودي النص الباقي. هحط بقى منها حبه بحبه لان العجينه كانت محتاجه معايا سوائل تاني. هفضل بقى ايه، خدت معايا بتاع ربع كوبايه تاني، قعدت عجنتها بتاع اكتر من 10 دقايق. تمام، بصوا تحسوا ان العجينه خلاص ما شاء الله طريه جدا، بتلزق حاجه بسيطه بس مش بتطلع حاجه في ايديا. خلاص كده اعرف ان العجينه خلاص بقت ما شاء الله مش محتاجه حاجه. خدت معايا ربع كوبايه ميه تاني، يعني هي خدت في العجن كله كوبايه الا ربع ميه ونص كوبايه لبن وربع كوبايه زيت والبيضايه. تمام، مع نص كيلو دقيق. خلاص كده انا بجيب الطبق معايا وادهنه دهنه زيت، ومن على الوش على وش العجين دهنه زيت برضو. واجيب بقى كيس اغطي بيه العجين وعليه الفوطه. تمام، لان احنا في الشتاء ولازم نحطها في مكان دافي ونقفل عليها كويس عشان تختمر معايا على طول. بس واغطيها بقى بالفوطه. وخدت معايا ساعه خمير. بس هنا كانت ما شاء الله العجينه كانت اللهم بارك، كانت خمرت خلاص. لازم أنا اخرج منها الهواء اللي فيها. تمام، والمها كده واحطها بقى على الرخامه عشان اعرف بقى ايه اشكلها واعملها زي ما انا عاوزه. هقطعها بقى معايا كده، اعملها الكور. كل كرة معايا هما يعني نص كيلو دقيق خد معايا 14 رغيف. بس كان ما شاء الله اللهم بارك الرغيف كان حلو جدا يعني. وكان لا كان مظبوط وكان جميل. يعني انا بصراحة مش اول مرة اعمل فينو، عملته قبل كده بس ما ظبطش معايا قوي. طبيعي الواحد لما بيقعد يكرر في الحاجة ويشتغل فيها كذا مرة بتطلع حلوة معاه. تمام، وانا عشان ما بحب المعجنات جدا وعملت بعمل معجنات على طول، فخلاص انا فهمت العجين وفهمت لها، ببقى عارفة العجينة لكل حاجة بتبقى محتاجة العجينة تبقى طرية ازاي، السوائل بتاعتها كده، فاهمين. بس المعجنات حلوة جدا وتحس انك في خير كده في البيت. يعني انا كل ما ببقى عايزة اعمل حاجة حلوة للولاد اروح عاملة لهم اي حاجة معجنات. بس انا كده بقى لازم كيس معايا اغطي بيه واكور العجين كده، اعملهم كلهم كور قد بعضيهم.
تمام. بس لازم العجين يا جماعه يكون متغطي عشان ما وش العجينه ما يشققش معايا وينشف. انا هنا خلاص كنت خلصت الكميه كلها، وطبعا انا مغطيه. بجيب بقى اول كرة انا بدأت بيها، تمام، وافردها كده بايدي. الفينو مش محتاج مردانه ولا محتاج اي حاجه، هو بس هتفرديها بايدك وهتتظبط معاكي وما تقلقيش، سهل جدا ومش صعب خالص. اجيب بس دهن الزيت كده على الرخامه بسيطه جدا، عشان ايه اعرف، لان احنا طبعا عارفين ان العجينه بتلزق حاجه بسيطه، فلازم مش هينفع تلزق مننا على الرخامه، فهندهن دهن الزيت بسيطه جدا على الرخامه واحاول افردها كده. وبصوا بقى اهم حاجه عشان تطلعي الطبقات من جوه اللي هي تبقى مدور. بصي في رغيف فينو بتحسيه من جوه بيبقى مدور كده، زي ما انا عملته هتشوفيه في اخر الفيديو، او ممكن لو انتوا خدتوا بالكم منه في الاول. لازم وانتي بتقفلي تضغطي لجوه، تقفلي وتضغطي. هوريها لكم في واحده تاني. تمام. انا كده قفلت كويس واقفل الجناب كويس، واعمله زي الرول كده بحيث ان انا افرده شويه. وخلاص هو كده الرغيف معايا تمام، لسه هيخمر ولسه هيخش الفرن فهيتظبط، يعني متفكروش ان هو كده صغير. اجيب تاني واحده. بصوا انا بفردها كده كانها مستطيل، تمام، بايدي، مش محتاجه اي حاجه ولا مردانه ولا محتاجه حاجه. بعد ما افردها كده كويس اجيب بقى ايه الفها الرول. وانا بلف بقى معايا الرول انا بقفل وبضغط لجوه، شايفين انا بضغط بصوابعي ازاي، بقفل وبضغط لجوه، بقفل وبضغط. دي بقى انت كده بتعملي التوريقه بتاعه رغيف الفينو، تمام. واهم حاجه اقفله كويس من الجناب. وطبعا العجينه ما شاء الله اللهم بارك طريه معايا جدا، فبتتقفل معايا بكل سهوله ومش مضايقاني خالص. بس انا كده قفلتها كويس وبحاول اعملها زي الرول كده. ومطرح بقى الحته اللي انت قفلتيها دي تخليها من تحت عشان الرغيف يقفل عليها وما تفتحش منك، تمام. انا بقى ده تالت واحد معانا، بس بوريكم انا بقى عملت كله بعد كده، بس انا بوريكم الخطوات ماشيه ازاي. اهم حاجه ان انت لما تيجي تقفلي تقفلي على جوه، تضغطي تقفلي الرول وتضغطي بايه صباعك كده تقفلي على جوه. دي كده انت قلنا اتفقنا ان هي بتعمل ايه التوريقه بتاعه رغيف الفينو. بس انا بقى اقفل بقى الرغيف، تمام. وخلاص انا عملته كله. اهم حاجه ان انا اقفله كويس. ما تنسوش بقى يا بنات تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو خدوا لفه في القناه كده وشوفوا ان شاء الله الوصفات تعجبكم. وما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه الاخبار الفيديو عجبكم ولا ايه. بس انا هنا خلاص كنت بعمل انا بقى الكميه كلها وكده كان خلاص اللهم بارك. انا كنت خلصته وخمرته كمان. بعد ما تعمليه لازم تسيبيه يخمر نص ساعه او ساعه الا ربع تاني، تمام. احنا طبعا في الشتاء والعجين ما بيخمرش بسهوله، انما طبعا لو في الصيف ممكن ما بتاع ربع ساعه تلت ساعه وتلاقيه خمر معاكي على طول. بس انا بجيب بقى معايا نص كوبايه لبن وبدهن وش الفينو لبن. عايزه تدهني وشه بيض وتعملي بيضايه عليها حبه لبن ورشه فانيليا وتدهني بيه الوش، بس هتلاقي وشه بيلمع جدا. واحنا طبعا لما بنجيب الفينو من بره مش بنلاقي وشه بيلمع جدا، بنلاقيه تحسيه اللي هو واخد تحميره بس ايه لونه مش بيلمع قوي، مش زي المعجنات التانية اللي احنا بنحط على وشها بيض وكده، تمام. بس انا رشيت معايا بدمل رشة لبن بسيطة كده بحيث ان هي بس ايه عشان الوش الفينو ما ينشفش مني ويديله لمعة حلوة كده. بس انا هعمل بقى كله باللبن كده دهنة بسيطة جدا يعني. واحطه بقى على درجة حرارة 220 او 200 لو انتي فرنك عالي. لو فرنك مش عالي حطيه تمام على 220 230، وتكوني مشغلة الفرن من قبليها يجيب 10 دقايق كده او ربع ساعة، تمام. سايباه يسخن يعني لازم الفينو يخش على فرن سخن على طول. بس انا هنا بقى حطيت عليه سمسم، كان عندي سمسم حطيت سمسم على حبة البركة، حطيت حبة على بعض كده وقلت احطهم على وش الفينو. بس انا عملت كده وعملت كده وهوريكم في الاخر ده طلع ايه شكله ايه وده طلع شكله ايه، عشان يعني ما تستصعبوش تقولوا احنا ما عندناش سمسم او ما عندناش حبة البركة فمش هنعرف نعمل. لا لا، ما نوقفش نفسنا على اي حاجة، كل حاجة وليها بديل. ما عندكيش تمام ما تحطيش، اعمليه سادة. وكده كده احنا بنجيب اغلبية الفينو من بره بيبقى سادة مش كله بيبقى عليه سمسم. بس وهنا انا كنت عملت بقى التاني وحطيت برضو على وشه سمسم، انما الصينيه الاخيره هي اللي سبتها كده ما حطيتش على وشها سمسم. حبيت اوريكم دي واوريكم دي يعني. بس انا كده بقى كنت حطيته في الفرن، واول ما تطلعيه لازم تغطيه بفوطه على طول، ما تسيبوهوش يعني 5 دقايق كده مغطيه بالفوطه عشان يحتفظ بالسخونيه بتاعته والحراره بتاعته ويفضل طري. وبعد كده بقى تسيبيه ايه يتهوى، تمام. ده كان الفينو ده اللي بسمسم وده الساده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خد وش معايا جميل. بتحطيه الاول في الرف اللي وسطاني من تحت وبعد كده بترفعيه فوق وتشغلي عليه الشوايه، تمام. بس بصوا شايفين التوريقه اللي هي الدوريات اللي من جوه دي
هو ده اللي انا كنت بقولكوا عليه، ان احنا نقفل ونضغط على العجين حلو عشان يطلع لنا التوريقه دي. بس كان حلو جدا وكان طعمه جميل، وممكن تعملوه من غير بيض وممكن تعملوه من غير لبن، يعني هي بس افكار. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونوش بقى باللايك وبالاشتراك وكومنت حلو منكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب عنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه.